اليوم وصفتنا بتناسب الشوبات اللي هلأ مارقين علينا. آيس كريم بالفراولة، وصفة ولا أسهل من هيك، والطعمة شو بدي أحكي لكم. بلشت بخلط الفراولة المثلجة، بس صراحة بالمكسر كانت الفكرة كتير سيئة لأنه كانوا عم يطيروا بكل مكان، فقررت أني أعملهم بالخلاط وكان الموضوع كتير أسهل من هيك. خلطتهم وحطيتهم بالبراد. بإناء ضفت كوبين من كريمة الطبخ وضفت عليهم ظرف بيسمح للكريمة تتكاثف أكتر. بلشت بالخلط، قبل ما يسمكوا أكتر ضفت نص كوب من حليب المكثف. طبعا هاي الكمية فيكم انتو تلعبوا فيها حسب قديش بدكم الحلاوة. بس تكاثف حطيتهم بإناء أكبر مشان أقدر أحرك، وضفت فوقن الفراولة وضليت أخفقهم لحتى تجانسوا كتير منيح. وهون دقتهم مشان أتأكد إنه كل شي تمام. قسمتهم على علبتين مشان غطيهم ورجعتهم بالفريزر تقريبا بدهم 4 ساعات، وكل ما تركتهم بيكون أحسن، بس أنا ما قدرت استحمل أكثر من 4 ساعات. طالعتهم وكان القوام بالنسبة إلي كتير منيح. بالنسبة للطعمة عن جد رائعة، ومثل ما قلت لكم فيكم تتحكموا بالحلاوة بكمية الحليب المكثف إذا حابين تكون أخف حلاوة أو أكثر حلاوة. بتمنى تجربوه وتكتبولي رأيكم بالتعليقات، ولا تنسوني من اللايك. بتمنى لكم يوم سعيد. باي.